لسانا علمه البيان والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وسيد ولد عدنان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته التابعين أولي الصدق والإحسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم الأكارم والأفاضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ المعلم والأستاذ عبد العزيز العماري على كريم هذه الدعوة الطيبة نجل حضور حفل تكريم تلاميذ المدرسة القرآنية في ختام الموسم الدراسي من المدرسة الصغيرة القرآنية. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمه وتعلمه، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تستغفر لي وعلمني ناس خيرا. فإن القرآن له الخير كله. ولو أن غاية الحديث عباد الله المؤمنين إخواني أريد أن أوجهها إلى نقطة مهمة، ألا وهي نقطة تعزيز سلوك حفظ القرآن الكريم، تعزيزا معنويا وتعزيزا ماديا، رغبة وإرادة أن يكون التعليم القرآني تعليما معظما وتعليما مثمرا. شأنه وشأن التعليم في المدارس، وهذه نقطة انطلاقة نود إن شاء الله تبارك وتعالى أن تعم على جميع مساجدنا. المكافأة يا إخواني هي من أهم الأمور التي تعزز سلوك القرآن الكريم، وهي مطلوبة ومطلوبة. ومثالها أن يعزز ولي التلميذ سلوك ابنه في حفظ القرآن الكريم، أن يشجع بالدعاء له وبالكلام الطيب وحثه على مزاولة الحفظ. كذلك المكافأة المادية، والتي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشهدها بعد صلاة العشاء، كذلك هي من أهم الأمور التي تساعد الناشئة وتحفزه وتذكي التنافس فيما بينهم من أجل حفظ القرآن الكريم. والله نسأل التوفيق والسداد والرشاد والفلاح، ولا يسعنا في الأخير إلا أن نتقدم بذلك بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المسجد الطيب المبارك،